الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: كل نفس ذائقة الموت. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره أحد في سعة إلا ضيقه عليه. ولقد صح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم، وفي رواية فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. إن موت العلماء ليس مصيبة دنيوية فقط، بأن نفقد حبيبا أو عزيزا أو جارا أو قريبا أو أبا أو أما، ولكن موت العلماء مصيبة دينية قبل أن يكون مصيبة دنيوية. ولقد صدق من قال: موت العالم موت العالم. وفي هذا ذكر بعض المفسرين في قول الله تبارك وتعالى: يوم نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: موت العلماء. ولقد ورد عن بعض السلف رحمهم الله قولهم: موت العالم ثلمة لا تسد. فكيف إذا كان هذا العالم من أصحاب الحديث وأهله ودعاته والمحيين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مدار أكثر من نصف قرن من الزمان، وقد أخرج الله على يديه نحو من 300 مجلد، كلها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا لنرجو ربنا أن يكون ذلك كله فضلا